جربتي بقى تعملي العيش الخطير ده؟ هو رغيف واحد بس هياكل العيله كلها. عايزه اقولك منجز بجد. لو مش عارفه تعملي الفينو ولا عارفه تعملي الكايزر ولا بتعرفي تشكليهم، يبقى مفيش غير العيش السهل ده. صينيه واحده بس وهنعمل رغيف العمالقه. عايزه اقول لكم خطير بجد، ياكل البيت زي ما قلت كله، وهش جدا وقطني وخطير، وتقدري تحشيه كمان زي السندوتشات بالظبط اللي هي الفينو والكايزر، وتقدري تغمسي بيه اي غموس ماشي معاكي. تعالي نشوف عملناه ازاي يا قمر. سمي بالله وصلي على رسول الله. لايك وشير للفيديو يا جميل، ما تنسيش كومنت حلو منك ومتابعه في الصفحه. طيب اول حاجه كده حطينا كوبايه ميه في البوله ونزلنا عليها بمعلقه صغيره هرميه من الخميره الفوريه، نزلت عليها كمان بمعلقتين كبار من الزيت، معلقه صغيره من السكر، ربع معلقه صغيره من الملح، ومعلقه صغيره من الخل. وهبدأ هنا انزل بعد ما دوبت كل ده مع بعضه، هبدأ هنا انزل بقى ب3 كوبايات من الدقيق. بعد ما نزلت ب3 كوبايات كده من الدقيق، هبدأ بقى اعجن العجينة بتاعتي كده كويس قوي. زي ما انتوا شايفين هي بتبقى عجينة طرية شوية. هحط كده معلقة كده من الدقيق على الرخامة وابدأ الم العجينة بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين كده بتلزق في الايد، ولكن ما بتسيبش عجينة في ايدينا اهو. زي ما انتوا شايفين طرية جدا، وهو ده اللي بيخلي المخبوزات هشة وحلوة معانا. هبدأ بعد ما لميت العجينة كويس وعجنتها، حطيتها في بولة مدهونة بالزيت، وهسيبها بس تلت ساعة كده تختمر زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. تمام كده. بس كده هناخدها بقى زي ما انتوا شايفين زي ما هي كده. هجيب هنا صينيه مقاس 26 وهبدا اني انا اديها دهنه بالزيت. انزل بقى كده بالعجينه بتاعتنا وافردها بايدي بالشكل ده لحد لما تملى الصينيه كلها، وهبدا اغطيها تاني واسيبها حوالي 10 دقايق بس تختمر معانا بالشكل ده. هاتي كده بقى تعالي نديها شكل جمالي زي ما احنا كده شايفين بصوابع ايديكي كده، وابدأي هنا تديها الشكل الجميل ده. وعايزه اقولك حاجه كده قطنيه وخطيره، والشغل في العجين بجد متعه يا بنات. هبدأ بقى هنا على الوش اديها كده دهنه بقشطه الحليب او بالحليب او ببيضايه، تاخدي صفار بيضه يعني وكده، وتبداي تدهني. المهم تدهنيها كده ماده دهنيه عشان تدينا لون جميل في الاخر. بعد كده هحط على وشها حبه البركه والسمسم، ادخلها الفرن على درجه حراره 200 ياخد كده اللون الجميل بتاعه دوت. عايزه اقول لكم اجمل والذ عيش هتاكليه بجد خطير، تغنيكي فعلا عن الفينو والكايزر وتشكيلهم. قد ايه طعمه فظيع. هبدا ادخله زي ما قلت لكم على درجه حراره 200 ياخد اللون الجميل ده يا بنات. واول ما يطلع من الفرن نغطيه زي ما انا وريتكم كده لحد ما يبرد خالص. لازم المخبوزات تتغطى اول ما تطلع من الفرن ونسيبها تبرد خالص. بعد كده هتلاقيه معاكي تري وبقى زي ما انتوا شايفين كده حاجه كده قطنيه خالص وخطير بجد. جربيه بجد هيعجبك. بصوا خطير بجد، هش جدا وقطني وتحفه. وزي ما قلت لك ينفع كمان ان انت تعمليه سندوتشات وتقدري تقطعيه هنا بالطريقه اللي انت عايزاها. انا هنا قطعته بالشكل ده، وعايزه اقول لك القطعه دي لوحدها قد رغيف الفينو الكبير كمان بجد بتشبع. فتقدري ان انت تعملي كمان تكتري الكميه وتضعفيها وتعملي بدل الرغيف 2 و3 و4. عايزه اقول لك بجد ما تشبعيش منه. غمسي بيه بقى جبنه، غمسي بيه اي اكل انت بتحبيه، ان شاء الله هيعجبك جدا جدا. جربيه هيعجبك، وسهل جدا زي ما احنا شفنا، شويه ميه ودقيق وهتعملي اجمل عيش. وتقدري كمان تحفظيه بالطريقه دي في اي علبه يقعد معاكي يومين زي الفل. عايزه اقول لك بقى يا قمر، لو انت اول مره تشوفيني ما تنسيش تشتركي في الصفحه وتنوريني، وكمان تعملي لايك وشير للفيديو، وبحبك في الله.